مساء الخير عليكم. وحشتوني جدا. طبعا ألف حمد لله على السلامة، على عودة نقيب محمد الحقيقي، والحمد لله إن هو رجع بالسلامة لأهله. والحمد لله وألف شكر وألف حمد لربنا على إن إحنا عندنا جيش قوي قدر يرجع حضرة الضابط، وقدر يصفي العناصر الخارجة مش عن القانون، الخارجة عن الوطنية وعن كل شيء. تسلم أيادي الرجالة اللي جابته. ده أولا. ثانيا، انا عايزه ارد بس عن، هقول انا مش عارفه اقول عنها ايه، بس هي نعجة الاخوان ملهاش الا كده. ايات العرابي في الفتره اللي فاتت المفروض ان هي اعلاميه منتسبه للاعلام المصري واللي مربيها الاعلام المصري. كل كلامك يا ايات، وخساره فيكي اسمك اصلا، فطايس، قاتله، فطيسه. ايه ده؟ انتي بتكرهي بلدك قد كده؟ والمشكلة مش فيها بس، المشكلة في الباقي بقى اللي بيطبلوا لها لمجرد ان هم كارهين النظام. انت كاره النظام ومعارضة، يبقى قول اللي مش عاجبك في سياسات النظام. انما شمتان في جيش بلدك وشرطة بلدك، ازاي انت بني ادم مصري؟ ازاي انت قادر تستوعب نفسك؟ انتوا مش طبيعيين على فكرة، سواء ايات الزفت دي ولا كل اللي بيطبلوا معاها يعني. مش لاقيه لهم محل من الاعراب فعلا فعلا يعني. والالفاظ بقى، فطايس، فطايس. انت اللي فطيسه. انت اصلا ما عندكيش اي جرأة، ولا عندك اي نوع من انواع النخوه. على فكره الستات برضو عندهم نخوه. ما عندكيش اي نوع من انواع النخوه يا ايات، يا اللي خساره فيكي اسمك ان انت تشمتي في بلدك واهل بلدك ورجاله بلدك، وبتقولي مسلحين. هو في حاجه في الدنيا اسمها معارضه مسلحه؟ مفيش حاجه اسمها معارضه مسلحه، ومفيش حاجه اسمها مسلحين سلميين. مسلح يعني قاعد جاي بلدي، او جاي يجرح في اهل بلدي، او جاي يبهدل اهل بلدي. مفيش حاجه اسمها معارضه مسلحه. ده انتوا بتستهبلوا. يعني تسلم ايدين الرجاله اللي كل شويه تصفي بقى الفطايس بتوعكم. انتوا اللي مش اكتر من فطيسه. انتوا اللي مجرمين، بتستخدموا الدين ومدخلينه في السياسة ومبهدلين الدنيا. وكل شوية عربيات داخلة من هنا، إرهابيين من هنا. أي معارضة دي في الدنيا اللي بتستخدم التفجيرات والسلاح وترويع الآمنين وترهيبهم، دي معارضة؟ لا، دي مش معارضة. دي مش معارضة، مفيش حاجة اسمها معارضة. انتوا شايفين اللي حصل انقلاب؟ طب ما تشتغلوا سياسة. ما انتوا جربتوا تشتغلوا سياسة وفشلتوا. علشان فشلتوا بقى اللي حصل انقلاب. ماشي، يعني اللي حصل انقلاب اوكي. انتوا بقى مع بلدكوا ولا ضدها؟ ما في 70 مليون نظام وليهم معارضة. ما فيش نظام في الدنيا ملوش معارضة. نفسي افهم اي معارضة دي اللي بتشيل سلاح على النظام. يعني ادوني حاجة واحدة تقول ان انتوا طبيعيين في دماغكم. مفيش حاجة في الدنيا اسمها معارضة مسلحة، ومفيش حاجة في الدنيا برضو اسمها نظام ملوش معارضة. انت عايز تعترض، انزل اعترض بالقانون وبالصندوق. امال ازاي انت بتتكلم على بتتكلم على ديمقراطية؟ يعني ايه ديمقراطية وانت عايز تمشي رأيك عليا بالسلاح، وبتعتبر ان ده شرف، وان هو ده هي دي السياسة، وان هي دي كل حاجة كويسة؟ لا طبعا، مفيش حاجة اسمها كده ابدا. مفيش حاجة اسمها معارضة ترفع سلاح على الشعب وعلى المواطنين وعلى السلطة في البلاد. مفيش حاجة اسمها كده. دي أول مرة نشوفها لما حصلت في سوريا. يبقى انتوا ازاي بتتكلموا كده؟ وكل شوية طالعين شمتانين. بتشمتوا في مين؟
ما كل واحد فيكو في اسرته ضابط جيش او ضابط شرطه او مجند هنا او مجند هنا او قاضي او وكيل نيابه. انتوا بتشمتوا في اهلكم، انتوا ما عندكوش عقل، انتوا شويه مجانين، انتوا فعلا مجانين. يعني النعجه اللي اسمها ايات عرابي دي، لو انت عندك جرأة وشجاعه انزلي مصر، انزلي مصر. لو انت فعلا بني ادمه بتفهمي وعندك وطنيه مصريه، انزلي مصر، انزلي اشتمي النظام هنا في وشه لو تجرؤي. انما انت ما تجرؤيش، انت كل اللي فالحه فيه ان انت بتشمتي في الرجاله بتاعتنا وانت قاعده بره، بتشمتي في رجالتنا. ادي كل اللي انت بتعمليه. ما هو انت لو انت كنت محترمه اصلا وتربيتي في بيت راجل وجايه من ظهر راجل، يا اللي خساره فيكي اسمك، كنت نزلتي مصر. انت قاعده في امريكا وانت عارفه انت بتعملي ايه في امريكا، وكل الناس عارفه انت بتعملي ايه في امريكا، وعماله تقولي الانقلاب الانقلاب. ربنا ياخدك انت واللي بيطبلوا معاكي ويشمتوا في الرجاله اللي بتروح. على فكره الرجاله اللي بتروح دي مسلمين ومسيحيين مصريين. حرام ولا مش حرام؟ الناس دي بتتحمل علشان احنا. افرضوا الكمين ده والعياذ بالله بعد الشر يعني كان ما لحقوهوش، كنا هنلاقيهم فين؟ كنا هنلاقيهم في قلب القاهره والجيزه. لو الرجاله دي ما بتصدش من بعيد، من المناطق البعيده دي، احنا كان زمانهم لقيناهم في وسطينا. معلش، انت عايز تعترض على نظام بلدك او تعترض على النظام ومش عاجبك، اعترض، محدش حاشك. اعترض بلسانك، اعترض بالكتابه. انما تعترض بسلاح، دي ما اسمهاش معارضه، دي اسمها خيانه. مفيش حاجه اسمها معارضه مسلحه، في حاجه اسمها خيانه. المعارضه اللي تسمح بوجود مسلحين لترويع الشعب والآمنين والتعدي على سلطة، دي ما اسمهاش معارضة، دي اسمها ناس مأجورة خاينة لوطنها. ما هم فكرهم أصلا مفهوش وطن، فكرهم أممي، والوطن بالنسبة لهم حفنة من التراب العافن. إنما هم ما عندهمش حاجة اسمها وطن، ما يعرفوش مصر. هم يعرفوا أممية، يعرفوا خلافة. خلافة إيه؟ خلافة إيه وقرف إيه؟ انتوا بتستهبلوا. واي بني ادم في الدنيا يدعو نفسه معارضه، المفروض اصلا انه لما يشوف حاجه زي كده ويقول معارضه مسلحه، لا، مفيش حاجه اسمها معارضه مسلحه خالص نهائي. في حاجه اسمها عايز تعترض، اعترض بلسانك، اعترض بالكتاب، اعترض عن طريق القنوات المشروعه او القنوات الشرعيه في بلدك. اعترض بالصندوق، اعترض بالكلام، اعترض بلسانك. انما تعترض بسلاح، لا، دي مش موجودة وعمرها ما هتكون موجودة وعمركم ما هتشوفوها. ونعجة الخرفان اللي اسمها آيات عرابي، اللي خسارة فيها اسمها، حب أقول لها لو انت من ظهر راجل انزلي مصر. لو انت من ظهر راجل قولي انت بتعملي ايه في أمريكا. إنما كل شوية تشمتي في رجالتنا، لا طبعا. ومش هنسيبك ومش هنرحمك وهنرد عليكي انت وشوية الخرفان البهاليل بتوعك. مفيش حاجة اسمها معارضة مسلحة، يا ريت نفهم كده. ومفيش حاجة اسمها انك علشان معترض على نظام تشمت في بلدك واهل بلدك. معترض على النظام، اعترض بالقانون. اتعلم تعترض بالقانون عشان تقر الديمقراطية صح. انما حتة ان انت تعترض بسلاح دي او تشمت في بلدك واهلها، وفي كل مصيبة بتحصل في بلدك، يبقى انت مش مصري وما تستاهلش ولا تستحق انك تحمل الجنسية المصرية. يا ريت كل بني آدم بيفكر بعقله وبيعتبر نفسه معارض فكر تاني. المعارضة مسموح بيها، ومن الديمقراطية وجود معارضة، لكن اعترض عن طريق القنوات المشروعة. إنما ما تروحش تنضم لبتوع داعش وتقول أنا كده بعترض، ولا تشمت في بلدك وأهلها وانت كده تعتبر نفسك معارضة. لا، انت خاين. اللي يقف مع ناس شايلين سلاح على أبرياء يبقى خاين. أظن مفهوم وواضح. في حاجة اسمها نظام ودولة
مش هتقع. نظام ودولة، افتكروا الكلام ده كويس، نظام ودولة مش هتقع. ان شاء الله بإذن الله بلدنا منصورة، وجيشنا بخير، والداخلية بخير، واي حد هيشمت في بلدنا هنديله على دماغه ومش هنسيبه. سلام.